السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي. هنتكلم النهاردة على الراوتنج الخاص باي بي فيرجن 6. قبل ما نتكلم في الراوتنج الخاص باي بي فيرجن 6 كنت عايز أنبه على حاجة مهمة جدا، إن الكلام اللي هنقوله ده قريب جدا من اي بي فيرجن 4. هي نفس الكونسبت ونفس حتى طريقة الكتابة تقريبا يعني. بس الفكرة وده اللي قلناه في الفيديو اللي قبل ده، فيديو الانترودكشن في اي بي فيرجن 6، ان دايما لازم في كتابة الأوامر نغير من اي بي لاي بي في 6 علشان نفرق في كتابة الأوامر. بالإضافة لجزئية مهمة جدا، ان لما نيجي نكتب اي بيات ما ينفعش اقول اي بي ادرس على طول، لازم اقول اي بي في 6 انيبل، افعل خاصية الاي بي فيرجن 6 الأول. ولما نيجي نفعل راوتنج كمان في امر مهم جدا اسمه اي بي في 6 يونيكاست راوتنج. دي نفس على فكره الكونفجريشن اللي كنا بنعملها زمان على اي بي فيرجن 4. يعني احنا الاول على الرواتر القديمه، انا عندي راوتر مثلا 2500، راوتر 2500 من البرانشز راوترز او من السيرفيس بروفايدرز، الرواتر بتاعت السيرفيس بروفايدرز. يعتبر راوتر مشهور جدا، بس قديم. كان عشان تيجي تفعل عليه راوتنج لازم تكتب اي بي راوتنج الاول. فطبعا الرواتر الجديده كلها خلاص بتكتب اوامر الراوتنج على طول، ما بتحتاجش تعرف ان انت هتفعل راوتنج او هتكتب راوتنج دلوقتي. نفس الكلام بالنسبه لاي بي فيرجن 6، بما انه حاجه جديده فبنكتب في الاول اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، وتقدر بعد كده تفعل الراوتنج بنفس الطريقه اللي فعلنا بيها راوتنج في اي بي فيرجن 4، مع استبدال طبعا كلمه اي بي بس بكلمه اي بي في 6. بالاضافه طبعا لكتابه الاي بيات زي ما قلنا لازم نقول له اي بي في 6 انيبل. دي معلومات عامه كده، بس زي ما قلنا التشابه كبير جدا بين اي بي فيرجن 6 واي بي فيرجن 4 في الكونسبت وفي التفعيلات. في توبولوجي هنشتغل عليها، هنطبق عليها الستاتيك راوت والدايناميك راوت، وكمان السمرايزيشن، لان احنا عندنا سمرايزيشن في اي بي فيرجن 6 واسهل في التطبيق من اي بي فيرجن 4، او اسهل في استنتاج السمرايزيشن اي بي من اي بي فيرجن 4. دي التوبولوجي اللي عندنا. المفروض نكتب الاي بيهات دي للرواتر بالمنظر ده. عندي 2 لوب باك ادرسز، هنا لراوتر 1 ومربوط براوتر 2 بالسبنت ده، وراوتر 2 مربوط براوتر 3 بالسبنت ده، وعندنا اللوب باك ادرس لراوتر 3 الرقم اللي قدامنا ده. هنشغل كده راوتر 1. هنصغر النافذه شويه عشان يبقوا ظاهرين قدامي. بالنسبه لراوتر 1 هنقول له config t وانترفيس f00، وهنديله اي بي ادرس. اول حاجه اي بي في 6 enable، وبعد كده اي بي في 6 ادرس، وهنقول له 2000 كولوم 1 كولوم 1 على 64، وما ننساش نو شت داون. ده بالنسبه للانترفيس اف 00. هنقول له انترفيس لوب باك 0 اي بي في 6 enable اي بي في 6 ادرس 2000 كولوم 1 كولوم 2 كولوم 1 على 64، وانترفيس لوب باك 1 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولوم 3 كولوم 4 كولوم 1 على 64. ده كده راوتر 1 خلص. هنسيف ده على راوتر 1، بس ما ننساش نقول له IPv6 unicast dash routing عشان نعرف ان احنا هنفعل راوتنج دلوقتي. طيب بالنسبة لراوتر 2 يبقى نفس الكلام، هنكتب اي بيهات config t interface f00 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولوم 1 كولوم 2 على 64 ونو شت داون. الانترفيس الثاني بقى انترفيس f01 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولوم 2 كولوم 1 على 64 نو شت داون، و IPv6 unicast dash routing. راوتر 3 config t interface f01 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولوم 2 كولوم 2 على 64 no shut، وانترفيس loopback 0 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولوم 9 كولوم 10 كولوم 1 على
64. كده الايبيهات كلها اتكتبت لجميع الرواتر، فاضل بس IPv6 يونيكاست راوتنج. ده امر مهم جدا لتفعيل الراوتر. خلاص. دلوقتي احنا كتبنا ايبيهات بالمنظر ده. عايزين نفعل ستاتيك راوت، وبعد كده نفعل ريب واي اي جي ار بي واو اس بي اف. على فكره الدايناميك راوت والستاتيك راوت هتلاقيهم بالظبط نفس الطريقه بتاعت اي بي فيرجن 4. عايزين مبدئيا كده على راوتر 1 نفعل ستاتيك راوت بينه وبين راوتر 2، بحيث ان راوتر 1 يقدر يبنج على 2000 كولم 2 كولم 1 اللي هو الانترفيس ده. طبعا نفس الطريقه اي بي في 6، وما ننساش اي بي في 6 يونيكاست راوتنج دي اساسيه. اي بي في 6 راوت، روح شوف شبكه بياناتها 2000 كولم 2 كولم على 64. ده السبنت والبريفكس اللي هو كان عندنا السبنت والماسك. طبعا هخش لها من فتحه رقمها كام؟ 2000 كولم 1 كولم 2. 2000 كولم 1 كولم 2. يبنج دلوقتي دو بينج 2000 كولم 2 كولم 1. هنشوف كده اداني ريبلاي. طبعا الطرف الثاني عشان يبنج عليا لازم نعكس امر الراوتنج. لو ده قلنا له دو بينج 2000 كولم 1 كولم 2 كولم 1 اللي هو اللوب باك انترفيس، مش هيديني ريبلاي طبعا لان لازم يبقى فيه راوتنج. هنوقف خلاص. تمام. وهنقول له اي بي في 6 راوت، روح شوف شبكه بياناتها 2000 كولم 1 كولم 2 كولم على 64. هتخش لها من فتحه رقمها 2000 كولم 1 كولم 1. طبعا كده هيشوف الشبكه دي بس اللي هو اللوب باك ادرس الاول، يبقى كده يقدر يبنج عليه. لكن اللوب باك ادرس الثاني ما يقدرش يبنج عليه، اللي هو 341 3 4 كولم 1 ما يقدرش يبنج عليه. طبعا لازم يتضاف في سطر الراوتنج لوحده. بس واحد يقول لي يعني احنا عايزين طيب نفعل الديفولت راوت بدل ما اضيف سطر في الستاتيك راوت في اي بي فيرجن 6، ومفيش ديفولت راوت زي 4 انترفيس كذا اللي احنا كنا بنفعلها في اي بي فيرجن 4. اقول لك طبعا اكيد في عندنا ديفولت راوت. يعني على راوتر 2 ممكن اقول له اي بي في 6 راوت كولم 0. طبعا كولم دي معناها ايه؟ معناها 4 اصفار كده بالمنظر ده كولم. معناها كده، بس احنا طبعا بنختصرهم بالصورة دي معناها اي سبنت على اي بريفكس. وطبعا بعد كده بنقول له مسافة كده الانترفيس اللي انا عايز اي حد يجي لي منه يتشاف، فهقول له F00 على راوتر 2. طبعا كده هشوف اي حد بقى جاي لي من فتحة F00. فدلوقتي نقدر نبني كده على 4.1 نشوف. احنا ممكن نستبدل F00 دي بالاي بي ادرس بتاع F00 في راوتر 1. طبعا نفس فكرة بالظبط الديفولت راوت في اي بي فيرجن 4. بس ننتظر الاول لما نشوف دي هتشتغل معانا ولا لا. ما اشتغلتش. طيب عامة هنلغي الامر ده وهنكتب اي بي F00. نقول له كده الاول نلغي ده نو، وبعد كده نقول له اي بي في 6 راوت. اي حد يجي لي من 2000 كولم 1 كولم 1 شوفوا. المفروض دلوقتي نبنج. تمام. اداني ريبلاي عشان اديت له الاي بي ادرس. يبقى كده شايف 3 4 وشايف 1 2. مفيش اي مشاكل. الاثنين اتشافوا معايا عن طريق الديفولت راوت في اي بي فيرجن 6. خلاص. طيب هنلغي بقى الستاتيك راوت. بس قبل ما نلغيه نشوف امر شو اي بي راوت. دو شو اي بي في 6 راوت. فاكرينه؟ هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اس، وطبعا دي عارفينها الستاتيك. سي دايركت كونكتد، وعندنا ال يعني لوكال. وطبعا كلمه لوكال هتلاحظ ان هو الاي بي بعينه بقى اللي تابع للشبكه دي. يعني سي
جايب لك الشبكه نفسها كونكتد، وعارفينها طبعا من اي بي فيرجن 4 ان دي الكونكتد انترفيسز او الاي بيات اللي مكتوبه لانترفيسز عندي انا ومتوصله دايركت كيبل بشبكه اخرى. اما ال فهو الاي بي بعينه بقى اي بي كام بالظبط؟ هتلاقيه عندك 2001.1.2 لوكال، يعني عندي انا الاي بي اللي تابع للشبكه دي هو 1.1.2. نفس الكلام بالنسبه لسي، هنا في عندي طبعا الانترفيس الثاني الشبكه بتاعته او السبنت بتاعه 2000 كولم 2 كولم كولم. الاي بي كام بالظبط؟ اهو لوكال 2001 2 1. فهي نفس الفكره طبعا. فدي المفاهيم العامه. وطبعا عندك الاس هنا جايب لك الستاتيك او الديفولت راوت زي ما احنا شايفين. الاس نفس الادمنستريتيف ديستانس حتى واحد، وبالنسبه للسي زيرو زي ما احنا شايفين. خلاص. وطبعا ده على 128 معناه يعني اي بي واحد فقط، هو ده اي بي بعينه. زي بالظبط لما اقول لك اي بي على 32 اي بي فيرجن 4 ده معناه مفيش غير الاي بي ده بس فقط. زي هنا طبعا نفس الفكره. ده بالنسبه للستاتيك راوت. عايزين نتكلم على الدايناميك راوت بس بعد ما نلغي الستاتيك راوت ده. فطبعا هنقول له نو اي بي راوت، عايزين نلغي ده خلاص على راوتر 2. وكان في سطر قديم طبعا برضو عايزين نلغيه اللي هو خاص بالراوتنج، هو ده، عشان ما يشوفش الراوتر التاني خالص بأي نوع من أنواع الراوتنج علشان نقدر نفعل دايناميك راوت. اوكي كده لغينا الراوتنج تماما. المفروض دلوقتي نفعل دايناميك راوت. والدايناميك راوت عندنا نوع من انواع الدايناميك راوت اسمه ريب، او احد بروتوكولات الراوتنج اسمه ريب. بس عندنا الريب ليه اصداره جديده خاصه باي بي فيرجن 6 اسمها نيكست جنريشن. نيكست جنريشن علشان كده بنقول عليه ريب ان جي نيكست جنريشن. خلاص. نفس طريقه تفعيل الريب في اي بي فيرجن 4 بالظبط بنفس الصوره. هنا هيختلف شويه ان احنا هنديله اسم، يعني لما نيجي نفعله هنقول له اي بي في 6 راوتر. بص كده هتلاقي انواع الدايناميك راوت بروتوكول المدعمه من قبل الراوتر ده. طبعا في الغالب هتلاقي الريب والاو اس بي اف رواتر قليله او موديلات لازم تكون جديده شويه عشان تدعم الاي اي جي ار بي، لان الاي اي جي ار بي هو يعتبر اخر بروتوكول تم تطويره عشان يتوافق مع اي بي فيرجن 6. فدول تم تطويرهم لان دول اي تريبل اي او اوبن ستاندرد بروتوكول، بروتوكولات عامه مالتي فيندرز. عشان كده تم تطويرهم هم الاول ان هم يفهموا اي بي فيرجن 6، وبعد كده تم التوجه للاي اي جي ار بي. فهنا هقول له ريب واديله اي اسم، احمد مثلا. خلاص. وكل اللي عليا اعمله ان انا اروح للانترفيس اللي عايز ادرجها في الريب اف 00 وهقول له اي بي في 6 ريب احمد فقط. اسف. enable. كده تم ادراج الانترفيس ده في الريب. ونقول له انترفيس لوب باك 0 نفس الكلام ريب enable، وانترفيس لوب باك 1 ريب احمد enable. كده ادرجناهم في الريب. هنروح للراوتر الثاني اي بي في 6 راوتر ريب احمد. برضو مش لازم يكون نفس الاسم علي مثلا عشان نعرف انه مش لازم التشابه. وهنقول له انترفيس اف 00 اي بي في 6 ريب علي enable، وانترفيس اف 01 نفس الكلام علي enable. كده هنقول له دو بينج 2000 كولوم 1 كولوم 2 كولوم 1 اللي هو في الراوتر الثاني راوتر 1 هنتشاف معايا. لو قلت له دو شو اي بي في 6 راوت، على فكره نفس الادمنستريتيف ديستانس، نفس كل الخصائص اللي قلناها عن الريب والاو اس بي اف والاي اي جي ار بي. طبعا هنا متشاف اهو قدامي، وادي الريب شايف نفس البروتوكول الثاني بالطريقه دي. الاو اس بي اف نفس الكلام. هنلغي الريب نقول له نو اي بي في 6 راوتر ريب عالي. وهنا هنقول له
نو IPv6 راوتر ريب احمد. كده لغينا الريب تماما. هنفعل الاو اس بي اف، بس هنفعل الاو اس بي اف بقى بين الثلاث رواتر علشان نتكلم على السمرايزيشن الخاص بالاو اس بي اف. ازاي اعمل سمرايزيشن خاص بالاو اس بي اف؟ هنقول له IPv6 راوتر او اس بي اف 1. طبعا لازم يكون بيدعم او اس بي اف. اول حاجه جاب لي رساله بيقول لي لازم تكتب راوتر اي دي يدوي. احنا عارفين طبعا الاو اس بي اف بيختار راوتر اي دي اوتوماتيك، انه بيختار اعلى لوب باك انترفيس، ولو ما عنديش غير لوب باك انترفيس واحد بياخد اللوب باك انترفيس ده. طب لو عندي لوب باك انترفيسز وعندي فيزيكال انترفيسز برضه بياخد اللوب باك انترفيس حتى لو كان صغير او كبير ما يهمهوش. لو عندي بقى فيزيكال انترفيسز بس ما عنديش لوب باك بيختار اعلى اي بي ادرس فيزيكال انترفيسز. اتكلمنا على الجزئيه دي في الاو اس بي اف، لكن هنا لازم نختار راوتر اي دي يدوي. فهنقول له راوتر اي دي 1111 ونرجع نقول له راوتر او اس بي اف، ونقف على الانترفيس اف 00 نفس الطريقه بالظبط. او اس بي اف 1 اريا 0. خد بالك من الطريقه. طبعا احنا المفروض هنعمله دلوقتي ان احنا كمان هندرج انترفيس لوب باك بنفس الطريقه، وانترفيس لوب باك 1 بنفس الطريقه. خد بالك معايا كده، احنا هنخلي دول في اريا لوحدهم. تمام. ودول هيبقوا في اريا لوحدهم. دول هيبقوا اريا 0، ودول هيبقوا اريا 20. طبعا في اي بي ار راوتر في النص. وفاهمين فكره الاي بي ار ان انا لو ادركت الاف 00 داخل اريا 0 واف 01 في اريا 20 بقى اي بي ار راوتر. ده نفس اللي هنعمله دلوقتي. IPv6 OSPF1 اريا 0. كده ده اخر انترفيس معانا في راوتر 1. هنروح لراوتر 2 وهنقول له IPv6 راوتر OSPF1. هنقول له راوتر اي دي 4 اتنينات انترفيس F00. هنقول له IPv6 OSPF1 اريا 0 وانترفيس F01، بس هنا بقى اريا 20. طبعا كده اتحول مباشرة ل APR راوتر. يعني المفروض ده يشوفه as an APR راوتر. do show IPv6 route. هتلاقيه ظاهر معاك اهو انه enter area بالمنظر ده، بيقول لك انه متصل ب APR راوتر. طيب جميل. فاضل راوتر 3 اللي معانا المفروض ياخد الايبيهات دي. طبعا ادينا له الايبيهات خلاص، بس المفروض نفعل عليه او اس بي اف في اريا 20. هنروح لراوتر 3 وهنقول له اي بي في 6. خلي بالك بفكرك تاني، كل الرواتب دي انا كتبت عليها اي بي في 6 يونيكاست راوتنج. ما تنساش اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1. هنقول له راوتر اي دي طبعا 4 تلاتات انترفيس اف 00 اف 01 اسف، لان ده اللي متصل براوتر 2. واي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 20. وطبعا عندي لوب باك 0. هقول له نفس الكلام اريا 20. المفروض راوتر 1 ده دلوقتي دو بينج يبنج على اللوب باك هنا ده يشوفه اللي هو 2009 10 1. اقول له دو بينج 2009 10 كولوم 1. اديني ريبلاي. اداني ريبلاي. ودو شو اي بي في 6 راوت. هتلاقيه شايفه عادي معاك جدا اهو من خلال الاو اس بي اف انتر اريا. ده الراوتر الاي بي ار، وده راوتر 3 الاخير خالص متشاف معايا بالطريقه دي. جميل جدا. طبعا ده معناه ان ده راوتر اي بي ار وشغال كويس جدا. بس خد بالك كده راوتر 3 لو انا قلت له دو شو اي بي في 6 راوت هتلاقيه شايف 1 2 لوحده و3 4 لوحده. طبعا انتر اريا برضه. انا عايز اعمل لهم سمرايزيشن. ينفع بس من خلال الاي بي ار.
يعني اوامر السمري هتتفعل على الاي بي ار راوتر. هيتم ازاي؟ يعني عايز راوتر 3 يشوف الاثنين انترفيسز دول باي بي ادرس واحد سمرايز او بسبنت واحد يعني. ده هيتم على راوتر 2. هيتم كالتالي: هدخل جوه الاو اس بي اف، فهقول له اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1 اي بي في 6 راوتر، كاتب راوتر غلط، راوتر او اس بي اف 1. بص بقى الخطوه دي وافهمها معايا. هقول له اريا 0، خلي بالك راوتر 2 ده طرف منه في اريا 0 وطرف في اريا 1. هقول له اريا 0 رينج، اريا 0 فيها اي بيهات عايزك تجمعهم في الرينج التالي: 2000، مش هم 1 2 و3 4، 2000 1 2 و2000 3 4، 2000 كولم كولم على 16. ليه بقى 2000 كولم كولم على 16؟ انتر، شكرا كده. بص معايا بقى، روح كده الملف، اسف فتحت الاكسل غلط، روح للوورد. مش هم 2000 كولم 1 كولم 2 كولم كولم على 64، و2000 كولم 3 كولم 4 كولم كولم على 64؟ دول عشان اعمل لهم سمرايزيشن هتلاقي الاوكتيت الثاني او الفيلد الثاني متغير. طيب يعني بمعنى اصح لازم 2000 بس هي اللي تفضل ثابته في الشبكه، لكن دول ينفع هنضطر نخليهم متغيرين، 1 و3 دول. زي بالظبط لما بقول لك مثلا عايزين نعمل سمرايزيشن ل 10 0 1 1 والاي بي 10 0 2 0 او 2 5 مثلا. السمرايزيشن بتاعهم ايه؟ هنضطر نثبت 10 0، وطبعا 1 و0 اقل رقم ليهم كام؟ هيبقى 0، يبقى 0 0. يبقى ده السمري سبنت للاثنين دول. خلاص، هي نفس الفكره. السمري سبنت لدول هيبقى 2000 كله صفار بقى، وبالتالي هيبقى 2000 كولم 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 كولم. ليه؟ لان هتلاقي الارقام المتشابهه الوحيده هي الارقام دي، اما الباقيين متغيرين، ده 1 وده 3، فطبعا دول ما ينفعش اكتب فيهم حاجه، وبالتالي السبنت العام هيبقى فيه ثابت الاوكتيت الاولاني او الفيلد الاولاني فقط. على كام بقى؟ خلي بالك انا قلتها على 16. ليه على 16؟ لان هو ده الاوكتيت الوحيد لازم يبقى ثابت، وطبعا الفيلد الواحد بيساوي 16 بت، فانا خليتها على 16. يبقى ده كده هيفضل متشابه. ده معناه ان انا بقول للراوتر الثاني اعمل حسابك ان اي بي هيجي لك هيبقى فيه 2000 بس هي اللي ثابته، اما دول ممكن يبقوا متغيرين، يبقوا اي حاجه، يعني كلهم تابعين لشبكه واحده. ده اللي احنا عملناه بالخطوه دي، ان احنا جمعنا الاي بيهات اللي في اريا 0 اللي تبدا ب 2000، عملنا لها سمرايزد في سبنت واحد بالمنظر ده. خلاص. طيب بص بقى هنا كده لما هنقول له دو شو اي بي في 6 راوت، بص بقى معايا، جمعهم في شبكه واحده ولغى الواحد 2 لوحدها وواحد و3 4 لوحدها. طب يبنك نشوف كده. عايزين نبنك، هو البينج راح فين؟ طب شكله هياخد وقت. هنقول له دو بينج 2000 كولم 1 كولم 2 كولم كولم 1. ده اول اي بي معانا، ادانا ريبلاي. و3 4، نكتب 3 كولم 4 كولم كولم 1، هيديني ريبلاي. يعني يبنج عليهم وعملنا لهم سمرايز في سبنت واحد فقط. ده السمرايزيشن. وخلي بالك برضو تفعيل الاي اي جي ار بي نفس الفكره، بس احنا ما عندناش اي او اس هنا، او الراوتر بتاعنا ما بيدعمش الاي اي جي ار بي. بس انا اعتقد عندي راوتر هنا اللي هو 3700 ده بيدعم الاي اي جي ار بي. عايز اوريك الطريقه بس، لكن مش مهم نوصلها، لان هو نفس الطريقه بالظبط اللي احنا فعلنا بيها الريب والاو اس بي اف، ونفس الطريقه اللي فعلنا بيها الاي اي جي ار بي في اي بي فيرجن 4. هنشوف كده الطريقه. في اي بي فيرجن 4 بتفعل الانترفيس، بتفعل الراوتنج بروتوكول، وبتقول له ادرج معاك السبنت الفلاني ايا كانت الفتحه بقى اللي مكتوب لها السبنت ده. لا، هنا بنعكس،
بنفعل اول البروتوكول وبعد كده بنروح نقف على الانترفيس ايا كان السبنت بتاعه. احنا بنقول له ادرج نفسك في او اس بي اف، في اي اي جي ار بي، في ريب ان جي، اي حاجه. هنا هنقول له config t IPv6 راوتر. بص كده هنا بقى بيدعم الاي اي جي ار بي، فهقول له اي اي جي ار بي 10. هنا بيقول لي IPv6 routing not enabled. طبعا زي ما قلنا لازم اقول له unicast dash routing، وارجع اقول له بقى اي اي جي ار بي. ارجع اقف على الانترفيس مثلا F00 وهقول له IPv6 اي اي جي ار بي 10 بالمنظر ده بنفس الطريقه. هي نفس الفكره على فكره. الدنيا سهله جدا في الدايناميك راوت، هي بس التركايه الجديده معانا جزئيه السمرايزيشن اللي احنا شفناها في الاو اس بي اف، ازاي اعمل له سمرايزيشن. وشفنا الديفولت راوت، وده يعتبر برضو من الحاجات الجديده معانا في اي بي فيرجن. كده نبقى اتكلمنا على الستاتيك راوت في اي بي فيرجن 6، والدايناميك راوت اتكلمنا على الثلاث بروتوكولات الخاصه بالدايناميك راوت في اي بي فيرجن 6. وخلي بالك الاو اس بي اف اللي احنا اتكلمنا عليه فيرجن 3، لان فيرجن 1 و 2 دول خاصين باي بي فيرجن 4 فقط. اتكلمنا على السمرايزيشن وازاي نعمل سبنت عام، واتكلمنا على النكست جنريشن في الريب. خلي بالك دي نكست مش ان اكس اي، اسف انا كنت كاتبها غلط. نكست جنريشن خلاص، عشان كده اسمها ان جي ده في الريب. وعمال عرفنا ازاي نعمل سمرايزيشن بان احنا نثبت فيلد معين ويبقى على البريفكس الخاص بيه هو. يعني في سبنتس عايزه تبقى عامه او فيلد عايزه يبقى عام، بعمله على 16 على 32. يبقى دي الفيلدز اللي لازم هتبقى ثابته في جميع السبنتس اللي عندي اللي انا عايز اجمعهم في سبنت واحد. طبعا انصحكم بالرجوع لدرس السمرايزيشن في اي بي فيرجن 4 عشان يفهمكم اساسا يعني ايه سمرايزيشن، للناس اللي مش تبقى فاهمه الجزئيه دي تفصيليا. اشوفكم فيديو جاي، شكرا.